الخلافات اللي تنتهي اليوم بقطيعة العلاقة دائما تكون أسبابها زي ما قلنا، يا شيء في القلب شايل عليه مثلا، أو إنه ما يبغى أو ما يبغى يسمع للطرف الثاني، يبغى يوصل نقطة هو في باله بس يبغى يفرض رأيه. في هذه في هذه المحاور يعني دائما بتلاقي القطيعة هي الحل الأول، فما بتلاقي دائما أسباب للإصلاح، بتلاقي دائما أسباب للقطيعة. فدائما بيقطع على طول، يقول لك خلاص انهي العلاقة، انتهى، صلى الله وبارك، لا عاد تتكلم ولا عاد نكلمك، اللي بيني وبينك انتهى. فدائما نقول خلي في بينك وبين الشخص الثاني في حدود للاستماع، في حدود للكلام للنقاش، بحيث انك انت تاخذ اللي تبغاه وهو ياخذ اللي يبغاه، وتوصلون لنقطة نقطة مشتركة ما تنهي العلاقة وما تنهي الحياة اللي انتم عايشينها. فكذا بيكون كل شيء تمام بإذن الله. طيب عبد الرحمن، إذا جيت أسألك نعم سؤال، يعني هل المشاكل الموجودة اليوم في الخلافات أو عفوا خليني أعيد صياغة هذا السؤال. نعم. هل المشكلة اليوم في وجود الخلاف نعم. أم في الطريقة التي ندير فيها الخلاف؟ المشكلة ليست في وجود الخلاف، الخلاف موجود. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا المشكلة ليست في وجود الخلاف، إنما في طريقة إدارتنا للخلاف، والفرق بسيط جدا. الخلاف خير في حال كان الأطراف هدفهم يعني الوصول إلى الحقيقة، والخلاف شر عندما تكون الأهداف هي الوصول إلى غير الحقيقة. أي هدف، أي خلاف فيه طرف من الطرفين لا يريد الوصول إلى الحق أو الحقيقة، وبالتالي هذا هو خلاف شر. وبالتالي هي ليست في مسألة الخلاف، إنما في الطريقة التي ندير بها الخلاف. نعم. والإنسان واعي يعني يدرك أن الخلاف بحد ذاته ليس شيء سلبي، إنما هو شيء إيجابي. متى يكون شيء سلبي؟ عندما يتحول إلى عداوة، يتحول الخلاف إلى شيء سلبي. لذلك أنا أتمنى لك يعني الخير، أتمنى لك أن تصل للحقيقة التي أنا أراها، أو أنت تتمنى لي الحقيقة التي تراها وأنا لا أراها. هذا خلاف إيجابي. الخلاف السلبي إن أنا أتمنى إن أنا أفوز. لذلك نسمع مصطلح اسمه شخصنة في النقاش. تجد واحد يتمسك برأي خاطئ حتى لا يظهر أمام المجتمع بطريقة الموقف السلبي أو الموقف الضعيف، وهذه هي المشكلة الكبرى. طيب إذا الآن احنا وصلنا إلى نقطة، كيف ممكن للإنسان يا عمار أن يفرق بين اختلاف الرأي؟ يعني تلقى أنه هذا الموضوع دارج، أنه أنا أحيانا أختلف معك يا عمار، أختلف مع عبد الرحمن يختلف معي، أختلف مع شخص آخر، نختلف. الاختلاف وارد بشكل يعني خلينا نقول في كل نقاش تختلف الآراء فيه. صحيح. فكيف يفرق الإنسان بين الاختلاف في الرأي؟ تعرف المثل يقول لك اختلاف الرأي لا يفسد من ود قضية. كيف يفرق بين اختلاف الرأي والاختلاف الذي يفسد العلاقة؟ والله شوف، كيف يفرق الإنسان؟ طبعا الاختلاف في الرأي شيء زي ما قلنا وارد. اختلاف دائما، كل إنسان عنده وجهة رأي، كل إنسان عنده وجهة نظر وعنده كلامه الخاص. لكن الكلام اللي يفسد العلاقة وفي اختلاف الرأي، يعني مهما تكلمت، مهما قلنا، ومهما تعارضت آراءنا، تبقى قلوبنا مع بعض، ما يبقى فيه شيء في القلب، ولا يبقى فيه ضغينة ولا حسد ولا أي شيء. لكن اللي يفسد العلاقة مثلا أنت حاول تعطيه أو تطرح رأيك، أصلا رأيك هذا مش متقبله، زي ما قال بحث موضوع الشخصنة أو تخليه موضوع شخصي. خلاص أنت تقفل على الحوار وتقفل على كل شيء. لا، أنا كلامي الصح، وأنا اللي بقوله هو
الكلام السليم، وانت مهما قلت ما بتنسمع زي ما قلنا أول. هذا فعني يجيك استهزاء، بيجيك كلام مش حلو، بتجيك أشياء كثيرة من هذه، بتبان مع كل كلمة، بتبان مع كل موقف انتوا تتناقشوا، بيبان فيه كل شيء. اختلاف الرأي زي ما قلنا تبقى القلوب واحدة، مهما اختلفنا في نهاية الخلاف نوصل لنقطة مشتركة ومع السلامة. أما الأشياء اللي تفسد العلاقة زي ما قلنا، لا حيسمعك، بيستهزئ بكلامك، بتشوف كلام ما له داعي، ما بتسمع وما بتنسمع. هذه هي والله أعلم. عبد الرحمن، لو جيت أسألك إيش الخطأ المتكرر الذي يقع فيه الشاب أو الشباب بشكل عام أثناء النقاش؟ أخطاء كثيرة، ممكن يعني ألخصها في نقاط سريعة. رفع الصوت، أنك تكون إنسان منفعل، لذلك رفع الصوت دائما يرتبط بإيش؟ بالضعف، لأن صاحب الحقيقة وصاحب القوة لا يرفع صوته. ولكن أنا عندي أكبر مشكلة تواجهني في النقاش مع الأشخاص اللي هو عدم الاعتراف بالحقيقة عند الوصول إلى الحقيقة. أنا هذه يعني تجيب لي صراحة يعني تستفزني استفزاز كبير جدا. ليش؟ لأن يعني النقاش يتحول من يعني نقاش أو انتقاد بناء أو نقاش إيجابي أو إلى سميها ما تسميها إلى شخصنة وإلى إثبات رأي. وأنا أرى أن هذا هو يعني عين الضعف، عندما تعتقد أن قيمتك في رأيك الصحيح أو في استمساكك أو تمسكك بالرأي الخطأ، هذا فهي يعني نخر في شخصيتك أو ضعف في شخصيتك. لكن القوي اللي عندما يرى الحقيقة أمامه يقول نعم أنا يعني أخضع أمام الحقيقة. ليش؟ لأنك أنت عندما تخضع أمام الحقيقة أنت في الحقيقة لا تخضع، أنت في الحقيقة ترتفع. ولكن في اللحظة اللي أنت يعني تعترف فيها بالحق أنت تعتقد أنك أنت نزلت. ولكن أنت يعني كم مرة يا أنس وكم مرة يا عمار ناقشت شخص ولما أقنعته قال لك أي والله أنا اقتنعت وآمنت بالله وكبر في عينك. ولكن الشخص اللي يعترف بالحقيقة ويعترف أنه هو مخطئ يعني يشعر في ذيك اللحظة أنه هو أقل، يشعر بالهزيمة. هذا طبيعي، الإنسان يعني طبيعة النفس تحب أنها تنتصر. ولكن على المدى البعيد أنت يعني صيتك يرتفع أمام الناس. فبالتالي أنا من هنا أوجه لكل شخص يعني يريد أن يحفظ كرامته بين الناس، لابد له أن يعني يحترم الحقيقة. ليش؟ لأنك أنت إذا مرة واحدة يعني اتبعت هواك وخالفت الحقيقة سوف تسقط من أعين الناس. يقولون إيش؟ يقولون والله هذا الإنسان لا تناقش. صحيح. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله أو أحد الأئمة أعتقد أن الإمام الشافعي يقول أنا جادلت عالما فجادلته أو فأقنعته، وجادلت جاهلا فجادلني وأقنعني، أو يعني جادلني أي أنه يعني انتصر عليه في النقاش. فأنت عندما تنتصر في أو تتمسك برأي خاطئ أنت في الحقيقة تبرز للناس كم أنت جاهل بالمعنى الحرفي، بالمعنى الذي سماه الإمام الشافعي. لأنه جهلك بأهمية الاعتراف بالحقيقة يسقطك من أعين الناس. كلام جميل، كلام جميل جدا يا عبد الرحمن. نعم الله يبارك فيك. ولكن خليني أشوف أو خلينا نشوف ما هو توجيه الإسلام جميل في هذه القضية. وأدخل للسؤال إلى عمار، أقول كيف وجه الإسلام إلى التعامل مع الاختلاف وحفظ العلاقات رغم يعني تباين أو اختلاف الآراء؟ الإسلام طبعا في البداية الإسلام ما منع الاختلاف، ما منع الخلافات، ما منع الأشياء دي، لكن خلاه بضوابط معينة، خلاه في أخلاق تحكم على الخلافات هذه كيف تكون، فاهم؟ فكل الخلافات هذه لو مشيت على الضوابط الشرعية أو اللي وصانا فيها في القرآن الكريم والسنة ما بتصير فيه لا خصومة ولا عداوة ولا أي حاجة.
عندك في القرآن الكريم يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا في القرآن. يعني حتى في النقاش، حتى عند النقاش مع المخالف يكون الأسلوب دائما إيش؟ حسن. يكون الأسلوب بالاحترام والحكمة، يكون الأسلوب دائما بهدوء، بعقلانية دائما. كمان عندنا في الدين أخي نهى عن السخرية ونهى عن الاستهزاء في الآراء أو في الاختلافات هذه دائما. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فدائما زي كذا. وعندك أكبر مثال عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان دائما في الخلافات هذه يستمع للناس، مع أنه الرسول دائما على حق. كان يستمع حتى للغلطان، كان يستمع ويسمع منه ويقنعه ويقنعهم، وكلهم كانوا يرضون في النهاية. فهذا كان عندنا أكبر مثال في حياتنا في الخلافات وفي الأشياء هذه. دائما ديننا دين زي ما قلت سلام ووحدة ومدري إيش، ما في تفرقة ولا في كلام الأشياء ذي. وعندنا كمان من الناحية الدينية يا أخ، المؤمنون كلهم أخوة. أنت في النهاية بتخسر علاقتك بأخوك ولا بأختك ولا بأمك عشان نقاش ولا عشان وجهة نظر، زي ما قلنا ما تسوى والله، ما تسوى. لا أنت بتكسب في الدنيا ولا في الآخرة. عندنا كمان اللي ما يبي يوصلك بيقطعك، والله لو فرشت له الدنيا تراب مهما إيش سويت. إن شاء الله لو تقطعت قدامه ما بيسمعك ولا بيشوف شيء. فالدين دائما وصانا على أنه نتعامل بالحكمة والعقل والهدوء، ونتخذ دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في حياتنا. القرآن دائما يكون هو دليلنا في الحياة. ودائما مع كل اختلاف إنسان في رأيه ما يصير إنك نترك العلاقة ذي ونمشي، نحترم، وإن شاء الله العلاقات هذه تدوم إلى آخر أيامنا بإذن الواحد الأحد. بإذن الله عز وجل. إذن عبد الرحمن، يعني خلينا نقول لا شك بأنه الإنسان لابد أن يكتسب عدة مهارات يعني تنميه في موضوع النقاش. هل هناك مهارة بارزة ممكن أنها تفيد في هذا الموضوع؟ نعم، فهناك مهارات كثيرة، ولكن أنا ألخصها في مهارتين أساسية أو في فكرتين أساسية. الفكرة الأولى: كن مستمعا جيدا، تكن متحدثا لبقاء. الذي يتكلم قبل أن يسمع غالبا شخص لا يصل إلى الحقيقة. النقطة الثانية والمهمة جدا جدا جدا، وضع عليها يعني 70 خط، ألا وهي: اعرف متى ترفع، خلينا نتكلم باللغة العامة، متى ترفع الرتم في النقاش ومتى تخفض. لأنك أنت في النقاش إما أنك أنت تنتصر في النقاش أو تكسب ود أخاك. يعني تعرف قول الشاعر الذي يقول: بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا مثلها انهزم. الشاعر تميم البرغوثي. بعض النقاشات أنت يعني أول ما تنتصر أنت فعلا خسرت الذي أمامك، فأنت لازم توازن بين الأمور. لازم تعرف الشخص اللي يعني مثلا واحد يعني يناقش مثلا والده في فكرة صحيحة، أنت ممكن أنك أنت يعني تنتصر في النقاش، ولكنك تخسر البر. أنت يعني لابد أنك أنت توازن بين الأمور. إذا كانت عندك هذه الصفتين، تعرف ما هو الهدف من النقاش وتحترم يعني أهداف النقاش وتحسن الاستماع، أنت غالبا راح تكون محاور جيد ومختلف أيضا بشكل جيد. إذن ملخص الكلام أخي عبد الرحمن يقول بأنه الاستماع لا شك يعني هو الذي يعطيك الدافع الأكبر لفهم الطرف الذي أمامك، والتحدث بعدها يكون بطريقة لبقة. نعم. ولاحظ الذي لا يستمع تسرع. غالبا الشخص الذي في الغالب آراءه خاطئة. في الغالب الشخص الذي لا يستمع جيدا في الغالب يعني هو يعتقد أنه عنده سريعة بديهة، يعني يفهمه وهي طايرة. تقول له لا أنا فاهمك، يبدأ يقاطعك، بس هذا اللي يقاطعك كل شوي هذا شخص غالبا آراءه دائما خاطئة. لذلك ينتشر بين الناس أن هذا الشخص
يعني دائما لا تأخذ برأيه. ليش؟ لأنه هو لا يسمع. لكن الشخص الذي يسمع وينصت جيدا ومن ثم يتكلم، هذا غالبا يحترم رأيه بين الناس ويسود يعني وتسود سمعته الطيبة. طيب خليني يعني أختم ببعض الكلمات يعني الجميلة أقول فيها نتذكر دائما أنه الخلاف ليس مشكلة. فاختلاف الآراء طبيعي، يعني أنت في حياتك اليومية ممكن أنك تختلف حتى مع زميلك في وين حنتعشى، وين حنتغدى، فتلقى واحد يقول لك مثلا والله أنا أبغى كذا وأنا أبغى كذا. فهذا اختلاف الرأي طبيعي ووارد بشكل يومي، ولكن المشكلة في طريقة التعامل مع هذا الاختلاف. فأنت نفسك من تحدد هذه، أو من تحدد المشكلة، أو من تحدد كبر هذه المشكلة. فإحنا إذا تعاملنا معها كما ذكر عبد الرحمن، أي خلاف موجود تعاملنا معه بشكل لطيف، استمعنا، أخذنا الآراء، حاولنا أن نحن نصل إلى حل في النص، وأنا أختلف مع الذي أمامي، هو هدفي الأكبر أن أنا أكسب هذا الرجل، مو أكسب هذا النقاش، لأنه قد يكون كسب هذا النقاش خلفه خسران هذا الرجل. فأنا لا، أنا أكسب هذا الرجل الذي أمامي وأخسر النقاش، أنا ما عندي مشكلة. وفي الأخير خسران النقاش ليس ضعفا. فأحيانا زي ما ذكر عبد الرحمن هناك معارك يعني من الحكمة أصلا أنك تخسرها إذا كانك أنت تعتقد بأنك الآن إذا فزت في هذا النقاش فأنت يعني يعني إنسان مناضل في النقاشات، فخذ هذا النقاش. فحياتك النفسية وجهازك العصبي أحيانا ترى يكون أثمن بكثير من بعض النقاشات العقيمة في الحقيقة، والله العظيم. يعني أحيانا تكون في نقاشات عقيمة، أنا توصلت صراحة يعني لا أخفيك بسرعة إلى هذا الموضوع. أول ما أشعر بأن النقاش عقيم ويعني بياخذ من جهدي، فخلاص ألتزم الصمت. تبغى تناقش ناقش، الله يوفقنا وياك، ولكن أنا لن أتعب نفسي في معارك يعني ثانوية جانبية هدفها الأخير أن الطرف الثاني يحاول أنه يكسب النقاش على الطرف الآخر من أجل مصالح نفسية شخصية وإلى آخره. لا، إذا أنت همك كذا خذ النقاش، تعتقد أنك أنت فائز ففز. إذا هذا هو أصلا يعني معيارك لأنك أنت تكون فائز، خذ النقاش. ولكن دائما أقول بأن الجهاز العصبي ونفسيتك هي أهم وأثمن ما تملك، فلذلك ليست كل الصراعات تحتاج أنك تدخل فيها. والله ولي التوفيق. الشكر لكم، والشكر موصول للأخوين عمار وعبد الرحمن على حسن الطرح وحسن المشاركة. نلتقيكم بعون الله وقوته الأسبوع القادم في نفس التوقيت يوم الثلاثاء 4 عصرا بتوقيت أسمرة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.